الخطوه اللي خدوها بتاعه رفع الاسعار بتاعه المواد البتروليه خلوها اخر خطوه، اخر خطوه. ليه؟ لانه زي ما انا بقول لك النهارده لما لازم قبل ما اعمل عمليه جراحيه بعمل تحليلات واشعات للمريض، شوف عنده السيوله عامله ايه، والا بتحصل نافوره دم يموت مني وانا بعمل له العمليه. لازم كنت اعمل حساب. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع وسائل التحرير سالوه هل الدوله تمتلك اليات كافيه لضبط الاسعار؟ قال لهم لا. انا طالما اقول لا والاجابه دي يبقى ما ازودش الاسعار. ليه؟ لان انا عارف ان المحروقات دي هتزود كل حاجه بدءا من حزمه الجرجير. سندوتش الفول والطعميه النهارده ازداد. العيش اللي كان 130 جرام نزل بقى 90 جرام. اذا المواطن الغلبان هو اللي دفع الفاتوره. ما ينفعش يا استاذه انه الفقراء دايما قبل الثوره وبعد الثوره هم اللي يدفعوا الفواتير. ما ينفعش استاذ ابدا. عصام، يعني كلمه اخيره في نهايه معرض حديثنا. انا ما يعني لا اعقب على كلامك، ولكن هناك حزمه من القرارات اتخذتها الدوله من اجل اصلاح اقتصادي. طبعا علينا طبعا. علينا ان نساندها ونقف الى جوارها.